يا عبد الله انت معانا هنا مصطفى حيجيب لي الكبد الليله دي بالذات. ما تجيبش مصطفى معاه. ليه؟ عشان مصطفى اخره سرقه نعجه مسكومه ومش بتوعه لابسه نظاره. مصطفى يا صاحبي خايف في الظهر، اما لو جاء الساعه 2 بالليل ورمح وراه ولا ضربوا عليه طلقه حينام في الزرع ويقول عبد الله وفلان وفلان من غير ما يمسكوه. صلوا بنا على النبي. اللهم صل عليه. صاحب المزرعه دي صاحبي. تمام. حنسلم عليه لو لقيناه. لو ما لقيناهوش حاعلم لكم مطرح المزرعه بتاعت البهايم على الحيطه تكحت تبقى في الوتد. تمام ماشي. والجماعه دي مرتاحين ما تخافوش معاهم، هم حيروحوا الفرح بسلاحهم. وانا جاي من ناحيه طيبه. تمام. وتعالوا لا جاي لقينا الراجل حنسلم عليه، ما لقيناهوش شيء هعلمكم. تمام. وتسمعوا كلامي عشان ناخذ البهيمات بكل راحه. هو الحوش الكبير ده اللي ما هناك؟ تصورش يا مصطفى، ما تصورش، ما تسدش بيتنا. لا ما تصورش. حاضر امشي معي هذه. بشاور على الشارع انا يعني. اصحابها ناس لؤمة، ناس خبثه. ايوه امشي وراي ياكل، لازم نوكلوا البلاطه. تعال يا رجال، تعالوا يا رجال. لقيناه حسلم عليه، ما لقيناهوش شيء هعلمكم. وتاجوا بعد الساعه 1 بالليل تكسروا الحيطه، انا مطرح ما اعلم لك تبقى في الوتد. تمام. هذه المزرعه حوريكم من ورا، تلفوا الطريق اللي هتخشوا بيه. لما تفتحوا تطلعوا البهايم ما تطلعوش بيه، يعني هنلف من ورا كده وفي الجهه تطلعوا كده من ناحيه طيبه وتخلوا عربيتكم ورا وتاجوا من غير سلاح. هو ذاك ما قعدش الراجل، انا هعلمكم. انا هعلمكم وانتم تمشوا وتوكلوا على الله، وانا حستنى لما اجي اسلم عليه وحزب لكم في المشوار والحكايه والروايه حتعدي عليه على اني انا معلمكم. تمام. انتم الحراميه الكبار وانا متكول على الله وعليكم ان شاء الله. وحقي يجيني رمح البصل. تعالوا وراي معلمكم الحرب. هذه الارضيات. تمام. القمح بتاعي. تمام. احنا حنجيب الصبخات ونصبخهم. وحندير الميه وندير نصها في اي غيط ونخلي بخ لجاي عشان المزرعه. اسمعوا كلامي، الحيطان اللي هودان. ايوه. المزرعه مطرح ما اعلم لكم حتفتحوا الحيطه تبقى في البهايم. طب الناس دي معاها سلاح؟ الناس دي مرتاحه على الاخر وحالتها تمام التمام، بس انا حوكلها لهم. ما احنا بنقول لك ليه معاها سلاح؟ بنتاكد عشان نعمل حسابنا، عشان احنا لا مش تعملوش حسابكم، انتم تاجوا من ناحيه طيبه. انا متاكد الضابط مش قاعد على بوابه طيبه. وصاحب الفرح ده، صاحب المزرعه ده حيروح الفرح. وانا في الفرح حقعمل جنبه. كل ما يقول ماشي اقول له عليه الطلقه تروح لحظه. الميه في القمح. ايوه. حتاجوا بعد الساعه 1 ما هعلمكم. سمعتوا برغشه؟ بتلقوا ارض مين؟ ارض جابر. ارض المعلم جابر. تمام. وتمام. تمام يا عم. ويا دار ما دخلك شر. بالظبط. ما فيش برغشه، سيبوا الميه وخذوا المزرعه. تمام. بس انا علي اثبت لكم الراجل في الفرح. تمام يا باشا. تمام. صلوا بنا على النبي. اللهم صل على النبي. هتخشوا بالطريق المناط. تمام. وتطلعوا بالطريق دي. عشان اللي تخش بيها ما طلعش بيها، وتطلع كيف؟ حلو. الطوبه. هتبص هناك عند اللي هي القمر الصناعي ده. ركز يا مصطفى. ركز يا مصطفى. حتسقي الزرعيات دي في الليل، تتفرج على الميه، واحد يجي منه وواحد يجي منه. تمام. طبيتوا؟ هنا بنسقي. ما طبتوش شيء، احنا شغالين. اهل المزرعه من القمح للمزرعه شبر ونص. تمام. تضرب تبقى معاك في البرنجي. طب مش هنعوز معانا طوارئ ولا حجاجير؟ ولا حواجير ولا طوارئ، ليه هي العتله معاي العتله. ولا عتله، بس في باب منه. تعال اوريكم الباب. فين؟ تعالوا يا عمي، هو مهم علي وعلى اللي جابك. ماشي. الباب. ايوه صح. صدقتوه الباب يا مصطفى. اصبر بقى. نطلع الاول حيطان لي هودان، وخلي بالك ممكن يكون فوق والله ممكن يكون في الغزال. اصبروا علينا. العمليه مش شفتك. تعال يا مصطفى. تعال يا مصطفى، الله يخرب بيت ايامك. الباب ده مخوخ من ايام ايه؟ سيدنا هارون. لا مش سيدنا هارون، خليك معاك. مخوخ. بص ناديد المرحومه جتي بالليله دي. ايوه. تضرب العتله هنا وتروح قالعه حيترد. تطلع الامم المتحده من جوا، ما وقعش معاك الباب. تعال جاي. بس الاول نديها نظره، خلي بالك. ايوه. خلي بالكم ما تبصوش في الحيطان وخلاص. أيوة. يا لطيف. معاك. بس وعلى السهم ده. وعلى السهم ده. ايوه. ما تعلاش منه ولا تحت. تمام. اوكي. تكحت هتبقى في البقره. تطلع 4 بقرات والجاموستين وتطلع اوكي
ماشي. لقيتوا اي برغشه احنا بنسقي للمعلم جابر. تمام يا عم مصطفى؟ يا ابوي يا عبد الله انت معانا هنا مصطفى حيجيب لي الكبد الليله دي بالذات. ما تجيبش مصطفى معاك ليه؟ عشان مصطفى اخره سرقه نعجه مسكومه ومش بتوعه لابسه نظاره. مصطفى يا صاحبي خايف في الظهر، اما لو جاء الساعه 2 بالليل ورمح وراه ولا ضربوا عليه طلقه حينام في الزرع ويقول عبد الله وفلان وفلان من غير ما يمسكوه. تجيب برغل معاك، تجيب برغل ما تجيبش مصطفى. احنا هنودي لك حقك احسن كذا عشان عملنا نظر يا راجل الله يرحمك وسامحك. جبت لايكه ورطاطه وعجيب مصطفى جيب برغل معاك عشان تلفوا بالطريق وتاخذوا البقرات وبابه تقف. هو في قلب القيله خايف. اما لو شو حط طلقه فوق راسه ده حيقعد يخطر فوق الحرمام. ليه في طلق يا ما لما راح الليله انتوا جايين انتوا جايين لقيتوا برغشه ولقيتوا ناس سهرانه. احنا كثير ولا ناس بتسقي ولا ناس فرحات ولا ترطط ولا ابوه ولا ها اي حاله. في طريق ثاني تدخلكم من ناحيه ايه؟ الطريق الصحراوي. من ناحيه المناط فيه باب ومن هنا في شباك. لو في ناس بتقول سهرانه اسمع كلامي يا ابوي، انا بنتكلم كالاتي والتخطيط يبقى صح. سهران هذا الشباك تمام. الشباك ده بتاع اوضه الغفير. اوضه الغفير انا حاضر في البرشامه 24 يعني نام يومين. ياجي هنا تردوا على الباب وتحطوا عليه عقاب البطاطين حتى اللي جوا في الشارع غير بطاطينه، وتطلعوا البهامات بصلاه النبي. تاجوا بالصحراوي تطلعوا من هنا تطلع بالصحراوي عدل يدخلك قفط. ما تجيبش مصطفى في الشرقدين يا عم. انت خايف في عز الطقاطيقه واحنا لسه بنعلم. انت بتقول في غفير ومعاه سلاح. طيب لما هو الحق الغفير ديتي لو قال لك انا حطلع طاقتي باخذ شهر لما اضرب يده في جيبه وطلع الطاقه ويقعد يتنفض وكان فايت عليه فوتي. راجل عجوز يا انت تجيب معاك زي ما قلت لك برغل هيغرفهم معاك وضربه ونص. ومصطفى ولدي غلبان احنا حنودي له حقه. ما تجيش يا مصطفى يا ولدي خايف هذا اقرا عليه ده عاوز من ذلك عاوز قرايه. اما لو سرق وعرفتوا الطريق عرفنا اللي حتجيبكم والطريق اللي حتوديكم. ما عرفتوش عدل مناك اهل عدل الثاني اوضه الغفير دي. انا حبرشمه لكم وتعدوا عليها تلقوهم زي شوال التبن نايم. هذا الطريق اللي حتخشوا به. ما عرفتوش تلفوا من ورا تخشوا بالطريق دي. ايوه ما عرفتوش تخشوا بالطريق دي ولا بالطريق دي. حتخشوا من لما القمح بالدرباس الحالي ده وتخشوا في النص كده حتعبروا معاكم الطريقين والقفا ورا تمام تحت المزرعه. تمام. والغفير علي ديله 3 بقرات 4 بقرات وجاموستين. الجاموسه مش هقول لك ب 11 وب 15 البقره ب 10 4 في 10 ب 40 والجاموستين كل واحده ب 15 30 و40 70 ربع ال70 كام؟ ربع 20 تجيبوا لي ال20 معززه مكرمه وتجيب برغل ما تجيبش مصطفى. وهذه الطريقه اللي حتخشوا بيها وتركبوا صحافات عشان الكاوتش عشان ما يمسكش القطر ويقول لك طلع مشرق طلع مغرب. صحافات بدال المولد وراه. تمام سلام. تمام. وانت يا عم مصطفى حاجه قاعد اخرك نعجه سرق خفيفه ومريحه. تجيني يوم الجمعه واحد بيرعى ومفصل نظاره بيشوف النعجه 800 نعجه. اخليك تتخي وتخش تجيب النعجه وتاخذها على عربيه الكر وتمشي. يوم ما تجيب لي الفلوس. نعجه ما قلتوش غير نعجه. مصابيات نعجه يعني ما اقول لك عن حوك لك داني ومش عاجبك. ما عارف لو النعجه ب 4000 جنيه هي النعجه هي مش احسن من شخله ب 400. وحقك قاعد. انت كبرت وشخيت على الميار. انت الاول كنت لما تجري تقول مستكل 4 كان زي الرهوان. لكن دلوقتي لو اقول لك تقول برم توقع وتحترف على اللي طار واللي لا المطار. طب وليه احنا من الحاجه خليك في النهايه. تعال ماشي يا زلمه ماشي يا زلمه اوعوا تنسوا. ماشي احسن بيتنا السد احنا عايشين ماشي بسير غير هذه. ماشي تجيني يوم الجمعه مصطفى تبيع لك نعجه من برا المشروع. يلا يا عم السلام عليكم. ماشي